بسم الله الرحمن الرحيم. كاذب من يقول أن الثوب ناصع البياض وأننا نعيش في أزهر الرباط، فبياض الثوب ملطخ بالسواد، ولكن في هذه اللحظة هو ملطخ وناصع البياض، بمعنى حالة اللي موجودة معانا دي هي حالة إنسانية بحتة. تحدثنا كثيرا عن المستشار عصام صبري بشتو نائب رئيس لجنة الوفد بمركز فرسكور، اللي قال اي حد محتاج ما عندوش المقدرة ان هو يجيب محامي، انا المحامي بتاعه. اي واحد او اي ست مش قادرة توصل انا اقدر اوصلها، وانا اكون سند وظهر وخادم لاهل ومدينة ومركز فرسكور. النهاردة ناس بتقول لا مفيش محامي ما بياخدش فلوس. لا، انا بقول لكم المستشار عصام صبري بشتو بلا مقابل. من يومين كانت فيه محكمة الجنايات قضية كبيرة، 2 من مدينة فرسكور أخدوا براءة على إيد المستشار عصام صبري بشتو، ومحدش كان مصدق إن هم بلا مقابل. معانا الحاجة أم سمير. أنا عايزينك بقى يا ست الكل تحكي للرأي العام إزاي اللي حصل، بس بدون ذكر أسماء محامين أخرى. إزاي المستشار عصام صبري بشتو عمل معاكي اللي انا قلته دلوقتي فور ما انا كلمته او انت كلمتيه. انا ماشيه. السلام لا انا عليكم. لا انا عايز تحكي الاول البدايه الاول مع ابنك سمير، ازاي اتحبس وكان محبوس في ايه بالظبط. انا ابني كان قاعد معايا، المهم نزل لقيت عيال جايه تخبط جامد 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 على الباب، يقولوا لي الحي سمير. في ايه؟ قالوا لي الحي سمير لان الحكومه اخدته. قلت لهم ماشي، وقعدت اعيط وقلبي وجعني، ونزلت لقيت ابني مشى. المهم انا عارفه ان انا مش هعرف اجيبه حتى لو انا وقفت هناك عند المركز. فضلت واقفه. المهم اروح فين اجي منين، انا مش عارفه اعمل ايه. قعدت ادور على محامي، اروح اجيب محامي، اعمل انا معيش اجيب محامي. فضلت قاعده اروح فجاه اجي منين، مانيش عارفه اعمل ايه. المهم طلعت اتصلت ببابا، قال لي انا مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قام قايل لي دلوقتي احنا هنتصرف. قعدت قاعده لما النهار طلع. المهم انا كلمت بنتي، انا اعمل ايه يا نهى؟ قالت لي انا يا ماما مش بايدي حاجه اعملها، اتصرفي وشوفي انت هتعملي ايه. المهم قاعده بعيط، ناس دلوني على محامي. رحت له، قال لي انا هشوف قضيه ابنك. راح يشوف قضيه ابني، قال لي انا لازم انزل اعمل لابنك، اشوفه واعمله. ده كانت عباره عن ايه؟ هو اتعمل له قضية شابو وسكينة وتليفون صيني من غير بطارية ومن غير يعني زراير. لا يصلح أي. ان هو حد يتكلم فيه يعني. الحكومة قالت ان هم اخدينه من عند ايه الجبانة، وهم اخدينه من ام العلا. ماشي. هي الحكومة بتعمل يعني ايه اللي هم مثلا اللي ربنا يقدرهم عليه او اللي هم شايفينه صح. وانا مش زعلانه منهم، انا مش زعلانه منهم. هم اخدوا ابني على ان مثلا ان ابني كان مثلا قضى اخف من قضى. يمكن الوقت اللي اخدوا ابني فيه كان هيموت فيه، واجوا نجوا ابني. قضى اخف من قضى. حضرتك انا رحت للمحامي بقول له شوف لي الحكايه ديت ايه. قال لي انا عايز فلوس قبل ما اروح ولا اجي. قلت له حاضر. نزلت اجيب منين، اروح فين، اجي منين. كان الرقم المهم كام؟ اه الرقم كان كام؟ الرقم في الاول كان 1000 جنيه، طيب وانا كانش معايا فلوس. ماشي، وبعد كده؟ 500 جنيه. ماشي، وفي اخر الجلسه يعني تاني يوم الجلسه؟ عايز 5000 جنيه مني. عايز يوم 27 5000 جنيه، وهي يوم 28، ويوم 29 عايز مني 5000 جنيه. يعني 10000. عيط. لا، ما انا رحت للمحامي اللي اخد مني 1000 جنيه و500 جنيه. انا ما قدرتش، قعدت اجيب محاميين.
قعدت اعيط ومحتاره اروح فين. حضرتك يا استاذ عبده، انا ناس قالوا لي في محامي ارخص من اللي انت جايباه شويه. اللي هو قال لك هيبيعك الشقه. قمت رحت له، قلت له دلوقتي الحل ايه؟ انا ما عادش عندي اي حاجه الا شقتي. انا عشان اديله 500 جنيه، اتفضلي كده، بعت السرير والمرتبه، بعت اللوحه والمرتبه. ما عنديش اوضه نوم ولا دولاب ان انا ابيعه عشان اطلع ابني. قعدت اعيط، اروح فين اجي منين؟ والنبي اعمل له اي حاجه. بعت مواعيني، بعت السرير، بعت اللوحه، بعت كل حاجه، بعت الصواني بتاعتي، بعت غسلتي. انا ما عادش حلت حاجه ابيعها. عشان خاطري اعمل له اي حاجه واخد مني لو 2000 جنيه